السلام عليكم خوت، كيف بقيتو؟ هانيين مزيانين؟ كلشي بخير؟ نتمنى يكون كلشي على خير وبخير. المهم اليوم غادي نمشيو وغادي نكتشفوا هذا المكان اللي غنكتشفوه هو الملاح. الملاح وهو حي فين كانوا عايشين اليهود. في القرن 15 تؤسس الملاح كحي اليهود في فاس في عهد سلطان المريني عبد الحق عام 1438. كان الملاح بمثابة مكان إقامة وحماية اليهود، وهو يقع بجوار القصر الملكي في المدينة. بطبيعة الحال هذه المدينة وهي مدينة فاس. يلا نكتشفوا كاملين. بيس ليكم خوت. التفاعل بحال ناقص شويه، تفاعلوا معنا، ديروا لنا لايك، ديروا لنا سبسكرايب، متابعة. يلا خليكم معنا، يلا نكتشفوا المكان. كنتسناوه اخويا سيمو. كيف بقيت؟ مزيان؟ هاني كلشي بخير؟ هاني الله يحفظك. كتشوفوا معنا خويا السي محمد هو اللي غيدينا المكان اللي غنكتشفوه. فين اخويا السي محمد؟ كيبقاو مالين الدار؟ كلشي مزيان؟ هاني الحمد لله. معنا هذا هو الملاح اخوتي، والباب ديال الفاس جديده حنا خليناه هنايا. ها هو الملاح، وهذه الدخله ديال السوق. هنا كيبيعوا الذهب. هذه هي الدخله ديال السوق، هنا تيتباع الذهب. هذه هي الدخله ديال البلاصه اللي كيتباعوا فيها الذهب. حنا غنشوفوا على البلاط. شو البلاصه هذه؟ البلاصه ديال الذهب. المهم اللي بغى يشري الذهب هنا في فاس مرحبا به. هذا السيد مرحبا، قال لكم مرحبا خوتي الله يحفظك. شكرا خويا. البلايص كاملين ديال الذهب. كتشوفوا معنا حنا داخل دابا في السوق. المهم هاد البلاصه هادي معروفه بالذهب والحوايج، التيشيرتات، التيشيرتات ديال الكره، حوايج ديال السبور، المكانات. المهم هاد البلاصه الملاح هنايا في هاد المارشي هذا اللي كتشوفوه حداكم. هنايا كانوا اليهود تيبيعوا ويشريو، كانوا كيديروا التجاره في هذا المكان هذا. في هذا المكان كانوا كيديروا التجاره لحد الان، مازال فيه التجاره، ولكن اليهود مشاو بحالهم وباعوا المحل اللي باع، خلى المحل اللي خلى. المهم هذا هو السوق. كتشوفوا قلتلكم حوايج السبور، حتى حوايج العائلات هنايا. شنو ما بغيتي في هذا السوق كاين. المهم اخوت ندخلوا نشوفوا هذه البلاصه شنو فيها. بالنسبه للناس اللي بغاو بلاد التجميل طبيعيه في نفس الوقت راه رياض. السلام عليكم خويا، بخير؟ هاني مزيان الله يحفظك. شنو يمكن لك تقول للمشاهدين على هذا الرياض؟ هذه واحد المعلومات تاريخيه كتوقع في حي فاس جديد، يعني عباره عن رياض، ولكن هو يعني المنظر ديالو اثري، ابر انه اوفر كيسكنوا فيه الناس، كان كيجي غير يشوف هذا التراث يعني الفاسي المغربي الاصيل اللي هو مع المرينيين يعني من القرن 14، يعني كيفاش حافظنا على التراث هذا وانه تطور عبر يعني عده سنوات، وكيفاش ولا رياض انه قبل كان السوق وكان يعني مر بزاف ديال المراحل، وفي الرياض يعني تشوف كيفاش تصلح وكيفاش ولا وكيفاش الناس كيجيو كيستمتعوا بهذا الجو هنايا اللي هو تراثي وعميق. شكرا خويا. هذه البلاصه ديال الرياض.
كيفاش معنا هادو غيار، وكنوصي الناس اللي جايين هنا لفاس ريزيرفيو في هاد الرياض هذا، لحقاش رياض زوين بزاف وفيه كلشي تقليدي، والبانوراميك فيو في لا تيراس، المهم داكشي روعة. اخويا سي محمد مازال بعيد هادشي. واه هنا قربنا. المهم اخوتي كي قال لكم السي محمد حنا قربنا نوصلوا. ها هي البلاصه اللي قلت لكم اخوتي ديال السبور. هذيك الصندالة تونيات مروكو. تدخلوا داخلين. سير السيمو انا موراك. هذه السويقة هنا كيبيعوا كتوبة. كاين يطبع عليه اي حاجة بغيتيها راه هنا. سي محمد شحال هو هاد البلاصه كاينه؟ والدار الأقدم المآثر اللي كاينين هنا عندنا في فاس هما. دابا هادي باب السمار يعني ماشي لا باب الملاح. باب الملاح. السمار فين؟ باب السمارة هي اللي كانت في الأول صورتي فيها قيسك فيها. شوف هذا خوتي كتشوفوا معنا المقبرة الإسرائيلية لمدينة فاس، وها هي الكتابة باللغة الإسرائيلية اليهودية، ولكن نجربوا حطنا إلا خلاونا ندخلوا للنهاية عاوتاني. كنتمنى من الله يخليونا ندخلوا، غنجربوا حطنا وغادي ندقوا عليهم. خويا السي محمد ندقوا بالنسبة للدخول دابا يخليونا ندخلوا ولا لا؟ لا تدخل قال لك لا ما ممنوع. ممنوع عليهم. المهم ممنوع علينا ندخلوا لها. بحال ما تصور شي حاجه لداخل كيقول لك ممنوع. بالنسبه للتصوير، بالنسبه للدخول يمكن المواطن يدخل. بحال شي حاجه شي تسهيلات هكا كيمكن لك تدخل كنتي مع شي جروب ولا شي حاجه. المهم اخوتي كتسمعوا قال لك يمكننا ندخلوا ولكن التصوير ممنوع منعا كليا. المهم للاسف بغيت نصور لكم نوريكم المآثر التاريخية ديال اليهود لنفاس، ولكن سي دومبر. اسمحوا لي اخوتي.
المهم يلا نكملوا نضربوا شي دويره في القصر الملكي. نمشيو للقصر الملكي شوف. يلا. كتشوفوا معنا المهم هذا الباب، هذه الباب ديال الجردة الملاح في حلتها الجديده كنقولوا باللغه العربيه. المهم غنمشيو وغنكتشفوها حتى هي ان شاء الله. وغنوريكم البلاصه فين غادي يديروا لنا الترامواي هنا في فاس. يلا نمشيو. المهم هذه هي الجردة خوتي اللي قلت لكم الباب ديالها وريتها لكم من ليه. ممنوع الدخول لحقاش مازال كتصلح وان شاء الله غيكون الجديد. يا فاس يا فاس. وسي محمد هذيك البلاصه راه هي فين البلاصه ديال الترامواي اللي قلتي لي؟ تما كانوا كيدوزوا خط. هو يدوز بالنسبه للمشروع ديال 2030 2030 ديال المونديال. ديال المونديال وكنظن حتى العام الجاي ياك. الله اعلم. المهم كيقولوا من هنا ل 2030 ان شاء الله غيكون الترامواي هنا في فاس، وهذيك هي الجهه اللي يبداو بها الترامواي. دابا راه دايرين نفق تحت الارض اكثر من 2 كيلومتر غادي تحت الارض. دايرين نفق تحت الارض اكثر من 2 كيلومتر تحت الارض. محمد شكرا لك وسمح لنا دبناك معنا هذا النهار. ادعمونا خونا زكريا. لا حداك. شي لايك. شكرا. ابينو ديروا له ابينو. شكرا خويا السي محمد. انت راه ما غنعرفوش بزاف د الحوايج في هذا البلاصه. قالت لي هذه على الراس والعين. المهم اخوتي اللي جا الفا جديد جا الملاح جا المولاي عبد الله عيط على السي محمد راه دري ظريف. اخيرا وصلنا للقصر الملكي. واو على منظر اللي هو هذا. فاس والكل في فاس. غادي نمشيو نقربوا ليه من الجهه من ليه. خوت اخيرا وصلنا. كتشوفوا معنا هذا هو سيمو بيس ليك خويا السي محمد. هو القصر الملكي ما اجملك يا فاس.